وبيانات ام عدي اللي نزلت دي، ها؟ بيانات ام عدي اللي نزلت دي. انا اللي نزلت بيانات ام عدي يا رفاعي. طب ليه؟ طب اقول لك انا ليه بقى، اسم الله عليك سالتني ليه. بص يا سيدي، انا وام عدي وابراهيم كانت علاقتنا كويسه، وابراهيم شاهد على الكلام ده، وعزه شاهد على، ومحمد صلاح شاهد. رحت يا سيدي حصل بينا مشاكل ومش عارف ايه، وهو انا كنت في جهه امل، وانت عارفني كنت اي حد ضد مجموعه ماي هارت انا كنت بشبط فيه. يعني انت لو بقيت ضد ماي هارت هقعد ادافع عنك، لان انا كنت ايه كارهه المجموعه دي. اللي حصل يا سيدي ان هم ايه اختلفوا مع ايه ان هم يبقوا ايه معانا في موضوع امل، ماشي، لاسباب مش هنفتحها دلوقتي عشان ما نقعدش نعيد الكلام. فايه اللي حصل؟ كان في ايميل هو بتاع ام عدي اللي هو اسمه فانز ابراهيم الفلسطيني. انا كل ده ام عدي انا وكلامي خلاص. لقيتها بقى ايه، انا داخله لي التعليق بالقناه دي، انا عارفه ان دي قناه ام عدي، يعني ام عدي القناه دي كانت عندي وايه واخده عندي مفتاح. راحت كاتبه لي ايه، يلي ابنك ابن زنا، انا عندي التعليق ده ومارشفاه، خد انت بالك، ومتجوزه ومخلفه من واحد مسيحي. رحت انا قلت لها انا ابني ابن زنا ومخلفه من واحد مسيحي، طيب هنشوف مين بقى اللي له اب ومين اللي مالوش اب. واللي نزلتها حاجه واحده بس، شهاده الميلاد، مع ان ام عدي بعت لي صور عدي لما كانت عنده اللي هو الجدري دي بس. والله يا جماعه اقسم بالله انا مش عارف ليه سب اعراض واطفال والكلام ده، ما تشتموا بعض زي ما انتوا عايزين تشتموا. هو ده بس. رحت انا قلت لها طلعي لي بقى ان انا ابني مسيحي. يا ساره ما تغلطيش في سام. ساره معلش انا مش فاتح منصه للشو، هتغلطي في سام هبلكك، معلش مع احترامي ليك. مين ساره دي؟ المهم بس هي دي الحاجه الوحيده اللي انا ايه طلعتها لما قالوا عليها ايه فسق وفجور. كنت انا فاتحه على ام عدي، شوف انا حقانيه ازاي حتى في خصومتي. راحت هند النادي بعتت لي تعليق اللي هو الرساله بتيجي على الواتساب وانت على اللايف، راحت قالت ايه ده عليها قضيه فسق وفجور. رحت انا قلت يا نهار اسود قضيه فسق وفجور. المهم تصدق بالله في عز خلافي مع ام عدي رحت قلت ايه، قلت يا جماعه احنا عملنا تحريات عن الموضوع ده ومفيش قضيه فسق وفجور، في عز خلافي معاها، في عز الخلاف بتاعي معاها. سام مين اللي قال لك عندها قضيه فسق وفجور؟ هند النادي. اي والله العظيم. يا هند. اوكي فاهمين ازاي؟ في عز خلافي معاها رحت قايله الكلام ده في عز ما احنا الاثنين مقطعين بعض. بصوا هقول لكم في موضوع ام عدي كان سجال متبادل، بس غلطه سام المقلب اللي هي شربته وزعت فيديوهاتها للحكيم.